أول يوم ليا في المدرسة الجديدة، أنا متوترة قوي. أوه، شكراً جداً. تقصدي إيه بشكراً؟ انتي بوظتي هدومي. لسه فاضل حصتين النهاردة. أيوة، حصتين كاملين. انتي جديدة؟ أنا كيت. أنا كنت جديدة السنة اللي فاتت. أنا يومي. أنا آسفة إن ده حصل لك. أوه، في إيه؟ حظ سعيد في مدرستك الجديدة يا فاشلة. إيه ده؟ ده بيرن سبيس، ده المكان اللي بتنزل عليه كل فضايح المدرسة. أوه لأ، أنا على بيرن سبيس تاني. سابرينا، أنا عارفة إنك أنت اللي بتديري بيرن سبيس. لازم توقفي ده. أنت جبتي الكلام ده منين أساساً؟ في حاجة تعنينا إحنا كمان على بيرن سبيس. سابرينا أجمل بنت في العالم. الفكرة بس إن مفيش حاجة محرجة تتقال عننا علشان إحنا رائعين. انضم لنا. هو ممكن تكوني انتي كمان رائعة على بيرن سبيس. ممكن أكون مشهورة؟ يومي ما تعمليش كده، دي فكرة وحشة. أنا آسفة، بس لازم يكون عندي أصحاب في المدرسة، ده مهم بالنسبة لي. كنتي هتقعدي على سريري وانتي لابسة كده؟ ده مش الستايل بتاعنا. أيوة، انتي مش الستايل بتاعنا. واو، هاي اصحي، ده مش عرض أزياء. تفتكروا دلوقتي هي جاهزة للمسابقة؟ مسابقة إيه؟ مسابقة الأزياء التنكرية للمدرسة. مدرستنا عاملة مسابقة تنكرية وكلنا مشتركين. ما كنتش عارف إن أنتوا بتحبوا ده. ممكن أنضم؟ لازم تكسبي ده الأول. هو ده؟ البوستات الحلوة هنا للأفضل، بس أجمل وش في المدرسة. أنا تعبانة قوي. بتعملي كده ليه يا يومي؟ هما بس بيستغلوكي. قصدك إيه بليه يا كيت؟ بصي إيه اللي مكتوب عني على بيرن سبيس. يومي كويسة. امبارح كان في بوست عن سام، وشوفي بعمل إزاي دلوقتي.
يومي، كل ده بسبب سابرينا. خليكي جاهزة في خلال ربع ساعة بسرعة. دي سابرينا، آسفة لازم أمشي. يومي بطلي، انتي كأنك الحيوان الأليف بتاعها. عارفة يا كيت، أنا شايفاكي غيرانة بس. إيه؟ أنا عندي أصحاب رائعين وانتي ما عندكيش. أنا آسفة يا سام. هاي، جاهزة يا صاحبتي؟ انتي متأكدة إني لازم أعمل ده؟ نسيتي موضوع المسابقة؟ ولا عايزة بوستات وحشة عنك على بيرني سبيس؟ هاي كيت، أنا شايفة إني غلطت. إن أنا كلمتك أصلاً من البداية. لسه مش بتعرف تاكل زي الناس. أوكي يا جميلة، جاهزة تكوني مشهورة؟ أيوة، بس ليه انتوا مش لابسين أزياء تنكرية؟ إحنا في الآخر معنا المتسابقة اللي بعد كده. يومي، هاي يا جماعة. لوك غير معتاد شوية لمسابقة الجمال. مسابقة إيه؟ ملكة الجمال. ليه عملوا فيا كده؟ كنت فاكرهم أصحابي. الفايزة بجايزة ملكة الإحراج. لا لا لا، مش ممكن يكون ده بيحصل. يومي، كيت، عرفتي ازاي ان انا هنا؟ الباب ازاز وانتي قاعدة هنا بقالك نص ساعة. أنا آسفة على كل حاجة، كان عندك حق. هاي يا جماعة. أوه آسفة. دلوقتي صدقتيني إن سابرينا السبب في كل حاجة. أيوة، بس ما عندناش أي دليل. عندي فكرة. سابرينا، أنا لما كنتيش نجمة بيرني سبيس. يا ربي، الجراية تقعد على ترابيزتنا. أنا بس كنت عايزة أقول إنك رائعة قوي. ممكن أتصور معاكي؟ طيب بس بسرعة. تمام، شكرا. ودلوقتي هنعمل ايه؟ هتشوفي. احنا هنعرف كل أسرارها. ما كنتش أعرف إنك بتعرفي تعملي كده. مش كل الناس بتنفع لمسابقات الجمال. خلصت، دلوقتي ممكن ندخل على بيرني سبيس. هو فين؟ المشكلة الكبيرة ده مجرد تليفون. مجرد تليفون؟ أيوة، أظن إنه مجرد تليفون. هاي سابرينا، إيه؟ أعتقد إنك وقعتي ده بتاعك صح؟ شكراً. سابرينا بصي. موت يا وحش، ما تخوفنيش. أهو موضوع النهاردة هو البكتيريا والفيروسات. طيب، هاي سابرينا. إيه؟ موت يا وحش، ما تخوفنيش. أيوة كده. أنت اللي بتعمل كده؟ ده أنتي. وقفي ده. كفاية يا سابرينا، تعالي معايا.
بداية كويسة. خلينا مننساش أصحابها. بيرن سبيس هو منصتي، أنا اللي عملته علشان أخلي كل تحت سيطرتي، بس دلوقتي حد تاني هو اللي مسيطر. اتكشفت يا سابرينا. موضوع النهاردة هو هنقطع الكلاس ده علشان إعلان مهم. بيرن سبيس هو منصتي، أنا اللي عملته عشان أخلي كل تحت سيطرتي، بس دلوقتي حد تاني هو اللي مسيطر. سابرينا، بكرة في المدرسة تيجي مع أهلك. أحياناً الواحد بيكون عايز يتأقلم مع الناس لدرجة إنه مش بياخد باله من الناس اللي بتهتم بيه، لكن الصداقة الحقيقية مش إنك تكون رائع، الصداقة إنك تفضل جنب حد حتى لو كان غلطان. دلوقتي نعرف الأصحاب الحقيقيين. هاي يومي، إحنا كنا بس بنفكر. سابرينا بجد أثرت علينا، بس إحنا عايزين نكون أصحابك. آسفة يا بنات، أنا عندي أصحاب بجد دلوقتي.